حافظ عليكم وشاف ان الست دي اللي هيأمنها على بيته وعلى اولاده، وخصوصا ان هي عمرها ما هتضركم لانها هي كانت اخت مامتكم، وعمرها ما هتعمل حاجة غلط، بالعكس هتخاف عليكم وعلى مصلحتكم. وعلشان كده اتجوزها علشان انتوا ما تكونوش لوحدكم. وانتوا قدروا النقطة زي دي، قدر ان هو عمل كده علشان خاطرك، علشان خاطر خايف عليكي انك انتي تبقي لوحدك. اي بنت مننا او حتى اي ولد بيبقى محتاج دايما لوجود الاب والام مع بعض، لان الام ليها دور والاب بيكون ليه دور. فالام ليها دور اساسي، وخصوصا ان الام بتبقى دايما موجودة في البيت، فالعامل كله بيبقى عليها. مفيش حاجة تعوض الام، ومفيش حاجة تعوض غيابها، ومهما كان مين اللي قدامنا عمره ما هيعوضنا بيها، ولا حتى هيقدر ان هو يخلينا نحس ان هم زي مامتنا. بس على الاقل بيكونوا بيحاولوا. ان انت شايفة لو هي كويسة معاكي وبتحاول على قد ما تقدر انها ترضيكي، يبقى انت ما تعملهاش وحش، بالعكس هي عايزة مصلحتكم وعايزة تبقى معاكم، وعايزة ان هي تحاول تحافظ على البيت وتحافظ على وصية اختها، لان تقريبا مامتك وصيتها بكده، ان هي تتجوز والدك علشان خاطر تحافظ عليكم. واكيد دي وصية من وصية مامتك ليها، وعلشان كده هي بتحافظ على الوصية دي علشان تحافظ عليكم. فانتي بلاش ان انتي تعمليها وحش، حاولي تعاملي معاها كويس، واكيد هي هتحاول على قد ما تقدر انها برضو تبقى كويسة معاكي، لانها مهما كان هي كانت خالتك اصلا. يعني برضو الخالة بتبقى في مقام الام. اي نعم مهما حصل مفيش حاجة برضو بتعوض مكانة الأم، بس احنا على الأقل بنحاول. حاولي على قد ما تقدري ان انتي تتقبليها في حياتك، تتقبليها ان هي موجودة اصلا، واكيد هتلاقي ان الدنيا احسن. ما تحاوليش ان انتي دايما تخلي فيه مشاكل او نكد او اي حاجة تحصل بسببك، وحاولي ان انتي خلي الدنيا تبقى تمام. وهو ما عملش حاجة غلط، هو اتجوز على سنة الله ورسوله، يعني ما عملش اي حاجة غلط. واحسن ما تكونوا لوحدكم هتلاقي حد يرعاكم، احسن ما تلاقي نفسك قاعدة في الشقة لوحدك ومعاكي اخوكي الصغير، في حد جنبك، في حد لما انت تبقي محتاجاه هتروحي تتكلمي معاه، في حد لما انت تكوني عايزة ومخنوقة هتلاقيكي بتفضفضي. وانت قلتي بنفسك انا مش هنكر جمايلها، ومش هنكر انها كانت واقفة في ظهري، فما تنكريش كل ده. واكيد هيبقى احسن انك انت يبقى في حد معاكي، بدل ما تلاقي نفسك لوحدك، وهتلاقي نفسك تعبتي من الوحدة.